الأصيل الما تخلى يوم عن ناس وهلا، الأصيل اللي لباس ثوب الوفا وما بدله، الأصيل الما تخلى يوم عن ناس وهلا، الأصيل اللي لباس ثوب الوفا وما بدله، لو مشات عكس الليالي الليالي مثل وجه الشمس عالي والله عالي، لو مشات عكس الليالي الليالي مثل وجه الشمس عالي والله عالي، يمشي في درب المحبة وعنا ما يقدر يميل. الأصيل 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 ما تخلى يوم عن ناس وهلا. من اللي يحبهم ما أخذ غير الجروح، الحزن صاير لظل وما يروح، من اللي يحبهم ما أخذ غير الجروح، الحزن صاير لظل وما يروح، للي ما حنوا عليه قلبه يحن، هم تخلوا عنا صار الهم وطن، للي ما حنوا عليه قلبه يحن، هم تخلوا عنا صار الهم وطن، لو مشات عكس الليالي الليالي مثل وجه الشمس عالي والله عالي، يمشي في درب المحبة وعنا ما يقدر يميل. الأصيل 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 الما تخلى يوم عن ناس وهلا. قول لها يا عمي ولدك يوسف كل ليلة قبل لا ينام يدعي لك بالمغفرة والرحمة على كل اللي سويتيه بابوي صالح الناظر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا أم ناصر في اللي سويتيه. مساء الخير. سلام. شلون شحط؟ الحمد لله. عسى ما شرش فيك؟ سلامتك يا اختي. ما اخذت دواي اليوم مبين علي تعب. لا سلامتك ما تشوف شر. اقول ما سمعت اخبار عن طلال؟ طلال موجود بالديره ما سافر. الحمد لله. اشوى. زين حط لك عشاء؟ لا ما مشتهي. رحاب على فكره ابيك موضوع. بخصوص سعود مو كذي؟
بس يما ما تشوفين من المفروض والأصول إنك تروحين حق أحلام وتردينها بيتها؟ رحاب، أحلام ما تعرف الأصول، هي تدري إن زوجها تعبان الحين، تهده وتروح بيت أهلها ليش؟ ما ندري بين الريال وزوجته ايش صاير. المفروض نسأل يوسف ايش فيه. احنا وايد مقصرين معاه وهو شايل هم البيت كله. تبين الصج عاد؟ أحلام ما تستاهل يوسف. ناصر، أنت آخر من يحكم عليها. طعم أنت حجة، سكت دهرا ونطق كفرا. الظاهر إنك ما تبي تخلص من سالفة يوسف. أنا شكو، إيه يا بطاري يوسف، أنا رديت على حسب كلامها. المفروض إن نسأل عن السبب اللي خلى أحلام تطلع من البيت قبل لا نحكم عليها. خلاص يبا خلاص، أنا ماني بتدخل. إيه طلعت من البيت قالت بروح أرتاح عند أهلي كم يوم، ما قالت أنا زعلانة. ما علي يما، هم ودي نستفسر من يوسف بعد. استفسروا بس لا تهاوشون. عبير، أنا بروح الأتيليه، المفروض إن اليوم في مكاين بتوصل، بروح أشوف صار عليهم. إذنكم. أنت إيش فيك اليوم يا نيتي؟ ما فيني إلا العافية، الحمد لله. هلا يمه، حياتي. أدري إنك زعلان عشان أحلام. ما قمت أميز من عليه زعلان أكثر من الثاني، على زوجة أحلام، ولا على رحاب، ولا على طلالها اللي هد البيت ما ندري وينه، ولا على الآلام اللي براسي أذتني. كل شيء قام يدش ببعضه، وأنا تعبان يا يمه، وايد تعبان. سلامتك ما تشوف شر. الشر ما يجيك. بس المفروض إنه أحلام تكون يمك الحين. أنت محتاجها، لازم تجاب لك وتراعيك. وأنت تعبان بهالحالة هذه لازم في أحد يباشرك. صادقة. أول شيء خل أحل مشكلة رحاب، وإن شاء الله يشوف مشكلتي مع زوجتي. الله. ما يبي يشوف أمه، وهي قلبها محترق عليه وتبي تشوفه في آخر أيامها. وعلي عليك يا حصة، انظلمتي بالأول وكملها عليك ولدك الحين. ما أدري ايش أقول يا محمد. سبحان الله، الاثنين على فراش الموت. يا سبحان الله. في هالحالة يمكن يوسف يبي يعرف الحج والسنع من مناصر، هي اللي ترست راسه عن امه وكله زور وبهتان، والحين هي الوحيدة اللي تقدر تقنعه تخليه يزور امه لو مرة واحدة. قلب الولد على أمه إذا كان عايش معاها، لكن 35 سنة هذه تترس مخه حقد وكره على أمه. تبينها الحين تقول إنها غلطانة؟ تعترف؟ وليش ما تعترف؟ أم ناصر عند نفسها كلها إيه الصاجة وما تغلط. تبينها الحين تعترف وتقول إنها غلطانة؟ والله لو على قص رقبتها. على العموم احنا ما ودنا تعرف إن حصة هني علشان لا تقلب على يوسف مرة ثانية. يا الله يا رحمن يا رحيم يا هادي يا كريم، إنك تهدي مناصر وتلين قلب يوسف على أمه. يا الله يا كريم. ألو، بسام الله يخليك خلني بحالي. أنت ما تدري حجم المشكلة إذا. ألو، أمرك على عيني وراسي يا أخوي، بس إني أروح له وأقول له أنا آسفة مستحيل. المفروض هو اللي يسأل عني، يغلط علي وأنا اللي تسامح منه. وإن سألناه قال أنت الغلطانة. يما أنت ما تبيني هني؟ شو الحكي يا يمه؟ هذا بيتك ومكانك، بس أنا بسوي اللي علي عشان لا يقولون ما حاجت بنته وكلمته ونصحته.
يما أنا عمري ما قصرت معاه، بس هو دائما يعاملني على إني مقصرة. ليش إني ما جبت العيال؟ أنا ماني عارف الجهل اللي فيه الناس. ياما ناس ما يابوا عيال وعايشين بأحسن حال الحمد لله، وياما ناس عندهم نعمة المال والعيال وعايشين بنكد وهواش ونجرة. بنيتي وأعرفها زين، ما فيها إلا العافية. سعود هو السبب. احنا لا نسبق الأحداث. أنا أقول الفحص زين، مروا الطبيب قنعي سعود خلي يروح الطبيب يفحص، ترى مو عيب الواحد يفحص. خلاص أنا برد له، بس على شرط اتكلموا وتفهموا إنك أخوي العود وأنت ولي أمري. إيه بس أنا هذا شرطي يا أخوي. باكر إن شاء الله آخذك معي وردك بيتك وأمر سعود بالمعرض وتفاهم معاه. ما يصير خاطرك إلا طيب يا حبيبتي يا رحاب. يما ما وصيكم على يوسف. لا توصينا على ولد يوسف، تطمني من هالناحية يا رحاب. سعود حبيبي، الموضوع مو محتاج كل هالتفكير. أنا أقول إيش رايك تروح تراضيها وترجع البيت أحسن، وكرامتي وبتخليها زعلانة ليه متى؟ وبعدين أنا ما أرضى بهالشيء. انا اللي اعرفه الشريكه تحر له في القبر، وانت تبين تردينها وتدافعين عنها بعد. يا حبيبي إحنا عايشين على الله وعليها، والخير اللي إحنا فيه هذا كله من خيرها. انت عايشه من خير وتعبي. أنا أقول اللي فيها مكفيها. زين مني اني صابر عليها 5 سنين من غير عيال. هي لو تسحب كل خيرها وحلالها منك إحنا نقعد فاتشين حلوجنا وعلى بساط الفقر. ما يحتاج اروح اردها، انا متعود عليها تروح وترجع بروحها، وما بحسسها اني رجعتها علشان فلوسها. المهم انا ببدل وبروح المعرض. ألو بسام، حياك أحمد، انزل معي. أنا ناطرك هنا يوسف. يا ابن الحلال أنت حسبات واحد من الأهل، انزل معي. يوسف أخاف سعود لو شافني ينحرج، وهذه مواضيع عائلية. أنا ناطرك هنا، أنت روح وتعال. ما تأخر عليك إن شاء الله. يبا مثل ما قلت لك كل الموديلات موجوده، طب وتخير. انت تامر امر بس تعال. اي نعم، هذه الساعه المباركه. حياك الله باي وقت، يا هلا وسهلا. تمام الله يبارك. السلام عليكم. يا هلا مرحبا. يا هلا يا هلا. شلونك؟ حياك الله. يا هلا مرحبا. شخبارك؟ هلا فيك. يا اخي ما يسال عنه احنا نسال عنه. ايش اسوي يا اخوي؟ تدري لاهي بشغلها وقاعد ادير اعمالها. يعني هذا اللي شاغلك يا سعود؟ اي نعم هذا اللي شاغلني. تدري الحلال اللي بيدي امانه. اي صحيح زوجتي وحبيبتي، لكن لازم ادير بالي على حلالها، باكر الله يحاسبني. جزاك الله خير يا سعود. انا ماني جاي علشان اعرف اسباب المشكله اللي بينك وبين رحاب. ليش؟ هي ما قالت لي؟ ارجوك يا سعود، ما قالت لي ولا بأسمع لا منك ولا منها. ترى اللي فيني مكفيني يا سعود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سعود ارجوك خلي المسائل تطوف على خير. الحين تروح ترجع البيت راح تلقى رحاب موجودة عندك في البيت. يعني الحين هي ندمانة؟ يا سعود خلاص يا يبا، الحين طاح الحطب، تعوذ من ابليس. مالك الا مريتك، وهي لو محبتك وشاريتك
ما رجعت البيت. انت وكيل اعمالها. خير؟ ام ناصر الحين ما لقيت غيرك الطرشلي. بدينا بالغلط. يعني من تبي احسن من اخوها يا سعود؟ يقول المثل الكلمه اللي تستحي منها بدها. وانا بقول لك المشكله اللي بيني وبين زوجتي، واكيد انت بتقدر هالشيء. قول يا سعود. لنفرض انت وزوجتك قاعدين بالبيت، ترضى احد يدش بينكم واصلا سمعتهم هي زينه؟ سعود ايش قصدك؟ انا انسان محترم وزوجتي معروفه من عيال صالح النادر والكل يشهد لهم بالاحترام، لكن الناس من يبون سوالف اول يختلط الحابل بالنابل، وانت تعرف قصدي زين. سعود انت بتهيني؟ مو قصدي الاهانه، وانا شرحت لك القصد. انا ما بالناس تقول ان رحاب بنت حصه لان انت ولد حصه ويحسبونك اخوها، وناس احشمهم وناس احشم نفسك عنهم. عندك حق يا سعود، كلكم معاكم حق. اسمع، اذا وصل هالكلام حق رحاب ما تلوم الا نفسك، ما راح اطلقها. انت السبب. مشكور يا سعود، حسبنا الله ونعم الوكيل. عسى ما شر يا أحلام. ايش فيك؟ انتي عارفة اللي فيني. كل شيء بيدك يا أحلام، بس انتي ما تعرفين تتصرفين. كل هذا ضعف في شخصيتك. ايش دعوة؟ انتي كلش ما عندك كرامة؟ انتي تعرفين القرار مو سهل. لا حبيبتي، القرار سهل وما في أسهل منه. وأنا خايفة والقرار مو سهل. أكيد القرار مو سهل، بس الوحدة لازم تصير عندها الشجاعة وتتخذ قرارها بكل قوة. وصدقيني انتي لو تطاوعيني وتسمعين كلامي تعيشين عالم الحرية، عالم الوناسة. بس يا معودة انتي هم ورد واقول لك انتي خوافة. فعلا يبيلي الشجاعة علشان أتحرر من يوسف. بيض عن إذنك لو سمحتي بس ترخصي لي من أستاذ عبد الرحمن، أنا بروح البيت. إن شاء الله حبيبتي. عساه الموت، خليه يموت ونفتك منه. يمه نسيت الاتفاق، نسيت الخطة. ترى انت ذبحتني بخطتك هذه، ليش تعالج خليه يموت. وإذا مات الحين خطتي كلها تخترب. يلا يمه عافية، روحي لفوق شوفي ايش في. يلا يلا. وليش ما تروح انت؟ أنا غير وأنت غير، أنت أمه نسيتي أمه. صمة إن شاء الله صمة. لمتى وانتي على هالحال؟ لا سالفة ولا حجوة، وبعدين معاك. ما لكم شغل فيني ولا أبي أحد يسألني ليش. أبيكم تتصورون المرة اللي تحسب الأيام والليالي والساعات وريلها قاعد يموت قدام عينها. يما خلوني في حالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حدش في الدنيا يا بنتي يعرف إمتى حيموت، والعلم عند الله. وما يموت المريض، كل واحد يموت في يوم. شفتي شلون صارت حالك؟
لو انت جنبه الحين مو احسن؟ ما بتحرك من هالبيت خطوة واحدة. يوسف ايش فيك؟ رد علي. يوسف رد علي. يوسف ناصر الحق علي. يوسف يموت. ناصر الو، هلا ناصر. شنو؟ وبأي مستشفى؟ زين، في مالها؟ ايش صاير؟ يوسف انقلوه من المستشفى. ما اخبي عليك يا طيبة، حالته وايد خطرة. هلا ناصر، يوسف في المستشفى؟ وحالته خطرة بعد. لا يا أحلام لا، شو الحكي؟ المفروض ان انت تكونين عند يوسف وهو بهالحالة. مو وقت الزعل يا أحلام، الله يهداك الحين. المفروض يوسف أول ما يفتح عينه يشوفك أنت قاعدة يهمه، مو واحدة غريبة يعني مثل طيبة يعني ولا غير طيبة. طيبة؟ وين هالحين؟ معاه؟ خلاص أنا الحين جايتكم المستشفى. في أي مستشفى؟ زين بس أغير ثيابي. مع السلامة. الحين بس يا يوسف أقدر أعبر لك وأقول لك عن كل اللي بقلبي. أدري إنك ما تسمعني، بس يا ليتك تسمعني. يا ليتك تعرف أن أنت عمري وروحي، كل شيء بالنسبة لي في الدنيا. أنا أحبك يا يوسف، أحبك. أحلام؟ آسفة، جني قطعت عليك الجو الرومانسي. أنا لو كنت أدري صدقيني ما كنت خربت عليك. أحلام إيش قاعد تقولين؟ ما يحتاج تفسري، كل شيء واضح. ولا تبيني أكذب عيني؟ أنت للحين تتمنين حلمك معاي يتحقق. يا ليت على فراش الموت ميت وخالص. أحلام أنت فاهمة غلط. أنت غلط من راسك لريلك. تهني معاه. أحلام الله فيكم خير يا يوسف. لا ما وجه الحين انا قاعد اكل بمطعم، بس صدقني توني اعرفه زين. صدق بمصلحتي ومصلحتك. سمعيني زين، من اليوم ورايح يوسف يدش البيت وقت ما يبي، مفهوم؟ الحمد لله انك فهمت يوسف عدل وعرفته. بنادم دائما متسرع بالامور. سعود، عيون سعود، طوايف سعود، قولي امري. اخاف اقول تزعل مني. معقول ازعل عقب اللي صار؟
ايش رايك نروح الطبيب علشان نفحص ونشوف ليش ما نجيب عيال، سواء مني ولا منك؟ انا اروح الطبيب؟ انا بفهم. من قال لك انا ما يبي عيال؟ شفت شلون؟ انت ما تبي تتفاهم. انا بهالمسائل ما اتفاهم، ولا احب احد ينتقص من رجولتي. وبعدين الحريم دائما هم اللي ما يبون عيال، مو الريايل. سمعيني زين، مره ثانيه ما تفتحي الموضوع هذا، مفهوم؟ خلينا نعيش من غير مشاكل، خلينا نفكر بشيء ثاني. الحمد لله. الو، هلا احلام، خير ايش فيك؟ فيض، ابيك تساعديني. انا قررت اطيح الطفل. شلون تبيني اساعدك يا احلام؟ ها، انت اذا رحتي المستشفى يطلبون توقيع زوجك، وهذه مسؤوليه كبيره الله يهداك. انت سويها برا وما حد يدري عنك. في ممرضه اسيويه اوديك لها، ولا من شاف ولا من درى. انزين؟ لا لا لا، خلاص انا اوديك، بس ها، واللي عافيك لا حد يدري انه من طرفي. عبير حبيبتي، روح ارتاحي. ما اقدر يا طيبة، ما اقدر اروح واخوي هني. ناصر، يا ليت تاخذ اختك وتروحون، لا تحاتون، انا موجوده هنا معها. ان شاء الله. يلا سمع كلام الدكتور، خلينا نشوف شغلها. امشي يا عبير. يلا يا عبير، يلا. شلون يوسف؟ الحمد لله يما، ادعي له ان الله يشافيه ويقومه بالسلامة. ايش قال عنه الطبيب؟ طبيب؟ طبيبة يمه، طبيبة، واسمها طيبة ابراهيم، اخت احمد رفيق يوسف، ما عرفتيهم يمه؟ اللي يوسف يروح ينام عندهم. يعني بصراحة يعني ما ابي احط بذمتي، بس العلم عند الله كنا في بينهم شيء. استغفر الله، لا 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 لا، لا اله الا الله.
شلون عرفت ان يوسف بينه وبين الطبيبة علاقة؟ يا جميلة توش تستغفرين الله الحين تبين تعرفين ما عرفنا لك. استغفر الله ما قلنا شيء، بس أنا متواكلة وبعرف منك الأخبار كلها. أعرفك سوسة ما تسكت. شفتها بعيوني الثنتين تبكي عليه، تبكي الدم بدال دموع يمه. إيه بس يمه ما بس شنو يمه؟ بس شنو؟ المفروض اللي يبكي على يوسف زوجته أحلام مو الدكتورة. أحلام راحت عندها؟ أنا اللي خليتها تمر عليه علشان تشوف الطبيبة وهي ماسكة إيده وتبكي وعلي. لا ما أظن إن بينهم شيء. مو كل طبيبة تهتم بمريضها وتعالجه معناها إنه صار علاقة بينهم. بعدين يما لا تنسى هذول بيناتهم عشرة ومن زمان يعرفهم. وش معنى العشرة ما أثرت علي ولا عليك يا أم ناصر؟ لا يما لا، أنا وأنت غير والناس غير. أنا خايف من شيء واحد بس يمه، أخاف يوسف يموت وأنا للحين ما سويت شيء. سيارتها برا البيت وانت تقولين صار لها أكثر من 4 ساعات من طلعت، وين طست؟ وتليفونها كله مغلق. قالت عندها موعد مع الطبيب. أي موعد يا يما الله يهديك، صار لها أكثر من 4 ساعات، وأنا الحين وين أدورها والقاها؟ مالك يا أحلام؟ أنت ما تقولي لي وين كنتي؟ وين كنت يا أحلام؟ خلص أنا قطيت الياهل. بتقولي إيه؟ نزلتي ضناكي؟ في حد ينزل ضناه؟ حنقول إيه ليوسف؟ خلاص أنا ما أبي يوسف، واللي بتسوونه سووه. إيش تبينا نسوي؟ أنت ضيعتي كل شيء. هو ضايع من زمان، وانتي عادل قلت لي انهم يخططون عشان ياخذون كل شيء. كذي انت ضيعتي الامل الوحيد. شو يكون موقف يوسف لما يعرف ان ولده مات؟ شو تتوقعي منه بيقول لك مشكوره وما قصرتي؟ ضاع منا يوسف يا احلام، وضاعت كل حقوقك. لا حق ولا شيء. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ترس راسك وخلاكي تنزلي ضناك. ربنا ما يوفقهم لا دنيا ولا اخره. اذا هي ما تبي تطيحه يا يمه ما حد يقدر يترس راسه ويقول طيحيه، بس بنتك مينونه. المشروع هذا يا بسام وايد كبير، يبي له فلوس وايد. هالمشروع مهما حطيت فيه ما انت خسران. بعدين العمليه الانتاجيه على مدار الساعه دام انه في مستهلك. ترى هذا مشروع العمر. بصراحه يا بسام يعني المشروع حلو، بس انا ما عندي من قيمه التكلفه الا 50% تقريبا، يعني ما اقدر عليه. شوف ناصر، انت انسان طموح، ما اعتقد يطوف عليك مشروع مثل هذا. واذا على الفلوس تقدر تاخذ قرض، سلفه، اعتماد. ترى الربح مضمون 100%، وبظرف سنه تسكر كل الديون اللي عليك. واذا على القروض ترى كل رجال الاعمال عندهم قروض، وما اعتقد اهلك بيقصرون معك. يعني بصراحه مبين انه خوش مشروع، وعلى حسب دراستك لا مبين انه هو مربح. ما قدامي الا انا اخلي عبير تقتنع في السالفه. انا بروح لها البيت اليوم وفاتحها بالموضوع. اذا على عبير لا تحاتي، انا واثق من موافقتها على المشروع، وهذا ضمان مني.
وين ولد عمك؟ العناية المركزة يبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إحنا آخر من يعلم دائما هالشكل. هذا أم ناصر، أم ناصر تبي يموت سكات؟ يبا واللي يرحم لي والديك قصر حسك، احنا بالمستشفى مو البيت تكفى. زين الحين أقدر أروح أشوفها؟ دش علي بس بسكات من غير صوت يبا. إن شاء الله. قصر. إن شاء الله. يوسف، أنا عمك عبد الحميد. حاجني قول أي شيء. حاجني يا الغالي، يا ولد الغالي. دكتورة، أنا شايفك تعبانة وايد مع يوسف. شو اللي تبي تقوله دكتور ماما؟ اهتمامك كله حق يوسف. كنا بالمستشفى ما في إلا يوسف. أنت جراح ناجح، والجراح يبي له راحة. دير بالك على نفسك. لا شفتني مقصرة مع أي مريض. قول. الحين صار لك 48 ساعة وأنت هني، عينك ما غمضت. أنت الحين روحي ارتاحي، وإن شاء الله إحنا نقوم بالواجب. قوي يمه. هلا يمه. عبير وينها؟ عبر بالمستشفى تمر يوسف. ايش فيها هذه يند؟ الحين هاده شغلها ومجابلت لي يوسف. يوسف صار اهم من شغلها. ايش فيها هذه؟ عبير تغيرت يا ناصر. انا خايفه لا حامد ويوسف يفرون راسها وتخسر نفسها وتخسرنا. بس انا ما ابي اخسرها يمه. انت نسيت ان عبير شريكتي في الاتيليه؟ في امور وايد صايره بالشغل ابي اخذ رايها مو لاقيها. مجابلت لي يوسف. الو. هلا فيض. اي اخبار؟ ما في اخبار غير الاخبار اللي انا ناطرها منك على نار. ما في شيء. ايش قلتي؟ ومتى صار هالحكي؟ وتوش تتصلين فيني يا فيض؟ سمعيني خلاص اكلمك بعدين. ادق عليك بعد شوي. يلا باي. خير. ايش فيها فيض؟ خبر يهز يمه. يهز؟ ايه خبر يهز يوسف ويهد حيله. خير صاير؟ احلام طيحت الياهل اللي ببطنها. طيحت الياهل؟ يمه ايش فيك؟ المفروض ان انت اسعد وحده في الدنيا لما تسمعين خبر مثل هذا. لا يكون متفق مع فيض يا ناصر. والاتفاق ياب نتائجه مثل ما انا ابي. ما بك تصير مثل هذيله اللي يقتلون القتيل ويمشون بجنازته. كان زين يمه، كان زين، بس انا للحين ما مشيت بجنازته. سويتها يا ناصر؟ عبد الحميد ايش فيك صاير؟ يوسف في شيء؟ قول تحجى. يا ليتش تقدرين تمرينا في المستشفى وهو بين الحياة والموت. ايش قاعد تقول يا عبد الحميد؟ ولدي يوسف بيموت.